المغربي للصحفيين الشباب بالتعاون مع منظمة اليونسكو لهذه الندوة حول موضوع صحافة فحص الحقائق لمكافحة التضليل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات الذي يصادف 28 شتنبر من كل سنة. يندرج ضمن الشراكة التي تجمع بين المنتدى المغربي للصحفيين الشباب ومنظمة اليونسكو في إطار برنامجها متعدد المانحين الخاص بحرية التعبير وسلامة الصحفيين، الذي يروم تعزيز سلامة الصحفيات والصحفيين والوصول إلى المعلومات وحماية حرية الرأي والتعبير. ويكتسي موضوع هذه الندوة بالنسبة لنا أهمية متزايدة في ظل سياق دولي متسم بتبعات جائحة كوفيد-19 والتقدم التكنولوجي الذي يدفع في اتجاه استخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي، حيث يتوسع العمل الصحفي في المقام الأول بالعالم الرقمي، مما يوفر مساحة واسعة من الفرص، غير أنه في الوقت ذاته يثير تحديات شرسة في نشر المعلومات المضللة. وقد تجلى مثال صارخ عن هذه التحديات خلال الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب يوم 8 شتنبر 2023 مخلفا مشاهد من الموت والخراب. انتشرت بعض الأخبار الزائفة محاولة بث الارتباك بين السكان المتضررين جراء هذه الكارثة الطبيعية، وقد سلط هذا الوضع المأساوي الضوء على حاجة الرأي العام الملحة إلى فهم أفضل ومواجهة التأثير المدمر للمعلومات المضللة في عالم متشابك بشكل متزايد. إن موضوع هذه الندوة يندرج في إطار استراتيجية المنتدى المغربي للصحفيين الشباب الشاملة، وهي استراتيجية شاملة لمكافحة التضليل الإعلامي باعتباره ظاهرة تمتد تداعياتها إلى العلاقات الإعلامية والاجتماعية والدولية. Qui est au cœur de la mission de l'UNESCO. En effet, l'UNESCO, c'est l'agence de l'ONU chargée de suivi l'indicateur de l'objectif du développement durable, portant spécifiquement sur le nombre de pays adoptant et mettant en route les garanties légales d'accès public à l'information. Selon notre rapport, à l'heure actuelle, 135 États membres de l'ONU, y compris le Maroc, ont adopté des garanties constitutionnelles, légales ou bien politiques d'accès public à l'information. Ici, au Maroc, c'est la loi 3113. Certes, le fait que les pays ont adopté une loi ou garantie à propos de l'accès à l'information, c'est très important. Mais faites attention. L'accès universel à l'information, c'est une question beaucoup plus vaste qu'une loi. De nos jours, aujourd'hui, ce que nous appelons l'accès à l'information est fortement lié avec l'accès par l'Internet. Par conséquent, nous voulons nous concentrer sur la question de connectivité numérique, sur la façon dont nous pouvons être plus prudents et vigilants en ligne tout en accédant à l'information. C'est la raison pour laquelle le sujet de cette journée aujourd'hui, le fact-checking pour la lutte contre la désinformation, est particulièrement pertinent. La désinformation est un fléau qui peut avoir des conséquences négatives, sapant la confiance des institutions, incitant à la haine et à la division. C'est grave. Le fact-checking, c'est-à-dire la vérification des faits, est un puissant concept. Il s'agit de mettre en lumière la vérité, de séparer la désinformation, mésinformation et malinformation, et donner aux citoyens les outils nécessaires pour prendre les décisions éclairées. Cela est particulièrement vrai ici à la suite d'une catastrophe comme laquelle qui a frappé le Maroc le 8 septembre, où nous avons, par exemple, peut-être vous avez vu déjà les فارتباطا ببعض الظروف الاستثنائيه التي عرفها المغرب خلال السنوات الفارغه، وخاصه وكذلك الايام القليله الماضيه فيما يتعلق بشائحه او بكارثه الزلزال التي اصاب منطقه الحوز، فقد جعلت رئاسه النيابه العامه محاربه انتشار المحتويات المضلله والاخبار الزائفه
أولوية مرحلية تصدت لها النيابات العامة منذ تسجيل الحالات الأولى ببلادنا عبر توجيه تعليمات للشرطة القضائية من أجل فتح أبحاث قضائية حول ما يتم نشره من أخبار مضللة، وكذا فتحت متأسسة النيابة العامة قنوات التواصل مع الرأي العام من خلال المشاركة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية أو من خلال إصدار البلاغات لتوضيح المغالطات وتنوير الرأي العام. في هذا السياق أصدرت رئاسة النيابة العامة الدولية 11 بتاريخ 11 مارس 2020 والتي تضمنت تعليمات واضحة لقضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة لفتح أبحاث قضائية بشأن كل ما يتم نشره لأخبار زائفة ووقائع غير صحيحة وما من شأنها إثارة الفزع للناس والمس بالنظام العام. حضراتي السيدات والسادة، إذا كان الاقتناع راسخا لدى المجتمع اليوم في كون حرية الصحافة ركيزة أساسية ومكون رئيسي في بناء المجتمع الديمقراطي الذي يتاح فيه للجميع المشاركة في ممارسة الرقابة على تدبير الشأن العام وحماية مصالح المجتمع وترقية سلوك أفراده عبر ممارسة حرية التعبير والفكر والحق لاستفادة المعلومات والأخبار، فإن النقاش المجتمعي والحقوقي والقانوني اليوم يتركز خاصة على كيفية تحقيق التوازن بين ممارسة حرية الصحافة والحق في التعبير والرأي وحماية حقوق باقي الحقوق والحريات الواردة في المواثيق الدولية والدستور المغربي. فالصحافة مهنة شريفة تمارس دور الرقابي على عمل السلطات الثلاث خدمة للمجتمع المغربي، ولذلك استحقت لقب السلطة الرابعة والمسؤولية مناط الصحفي تجعله رقيبا على حريته وهو مطوق بالتزامات قانونية والتزامات أخلاقية. لذلك فإن حرية الصحفي ومسؤوليته أمران متلازمان، وهو ما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس في الرسالة الثانية التي وجهها للمشاركين في الندوة المنظمة بتاريخ 15 نوفمبر 2002 حين قال جلالته: وعندما نقول الحرية لأنه لا سبيل لنهوض وتطوير صحافة جيدة دون ممارسة لحرية التعبير، كما أن التأكيد على ملازمة المسؤولية للحرية مرده الاعتبار أنه لا يمكن للإعلام أن يكتسب المصداقية الضرورية وأن ينهض بالدور المنوط به ويتبوأ المكان الجدير به في حياتنا العامة ما لم تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية. انتهى النطق الملكي. في ختام هذه الكلمة لا يسعني أن أوجه الشكر للسادة السيد الرئيس وأعضاء المنتدى المغربي سيد الشباب على تنظيم هذه الندوة المتميزة والشريكين المتميز منظمة اليونسكو بالمغرب والسادة المشاركين في فعالية هذه الندوة. وفقنا الله جميعا لما فيه خير وطننا ومواطنينا وجعلنا عند حسن ظن جلالة الملك محمد السادس دائما النصر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الندوة التي ننظمها حول صحافة فحص الحقائق من أجل محاربة الأخبار الزائفة وتضليل الأخبار التضليلية. هذه الندوة هذه كتجي في اطار واحد الاستراتيجيه شامله ديال المنتدى المغربي الصحفي للشباب، كيف عنده واحد البرنامج ديال العمل متوسط المدى حول موضوع محاربه الاخبار الزائفه. وهذا الموضوع الذي نوليه اهميه خاصه بالنظر الى انه يشكل احد الاشكاليات التي تمس وتضر بالمواطنين المغاربه وغيرهم في الحق في الحصول على المعلومات. هو حق اساسي للمواطن لانه من حق الحصول على المعلومات اللي كنحتفلوا في هذا الاسبوع هذا باليوم العالمي للحق المواطنين في الحصول على المعلومات. هو واحد الحق اللي كيسمح للمواطن انه يكون افكاره ومواقفه حول مختلف القضايا التي تهمه والمسائل التي تهمه الشأن العام. بطبيعة الحال ملي كتدخل الاخبار الزائفه في الطريق كيولي هذا الحق هذا ديال المواطن مهدد. المفتاح نعطيو المعلومات كصحافه. بطبيعة الحال الدور ديال الصحفي المهني مهم في هذا الاطار. في هذا السياق هذا يندرج الشراكه اللي عندنا مع منظمه اليونسكو مكتب المنطقه المغاربيه. وهذه الشراكه هذه اللي كنظموا في اطارها هذه الندوه هذه اللي كنسعوا من خلالها التحسيس خطوره الاخبار الزائفه والخروج بمجموعه من التوصيات التي يمكن ان نبلورها في اطار مقترحات عمليه وممكن تعطينا سياسات عموميه او على الاقل مقترحات ديال سياسات عموميه في المستقبل. وايضا المحور الثاني ديال هذه الشراكه هي تنظيم مجموعه من الدورات التدريبيه والتكوينيه اللي اساسا تكوين المكونين، يعني ماشي دورات تكوينيه عاديه ولكن تكوين المكونين
في مجال صحافه فحص الحقائق او الفاكت تشيكين اللي كنعتبروها اليه مهمه من الاليات الممنوحه للصحفيين من اجل محاربه الاخبار الزائفه.